السلام عليكم. في مكان هنا من أكتر الأماكن اللي اتصورت في التاريخ، في حكاية كده مستخبية على جنب محدش ركز فيها قبل كده. حكاية ابن اتولد في بيت مفهوش غير عمالقة، عصر الأهرامات الذهبي. بس المشكلة إنك لما بتتولد في عصر كله عظمة بالشكل ده بيبقى حواليك ناس مش سهلة. أبوه خوفو، الراجل اللي بنى أعظم هرم في التاريخ. يعني ببساطة انت داخل الحياة والكومبتيشن اوريدي خسران، بس هو قالك لا، استنوا بس كده، انا لن اعيش في جلباب ابي. خفرع، او زي ما انا بحب اسميه خفرع المكار. الراجل ده ما كانش بيبني كده وخلاص، ده كان بيلعبها صح ويفكر كمان. بص حواليك كده، مش هرم وبس، ده مجمع كامل، معبد، طريق، نظام، وطبعا الحارس بتاعه جريت سفنكس اوف جيزة قاعد هنا بقاله آلاف السنين، وكأنه بيقولك أنا تبع خفرع، محدش يقرب. بس الذكاء الحقيقي والحتة اللي خلت الناس تقول عليه ذكي بجد إنه عرف يعمل حركة خلت الناس كلها لحد النهاردة تفتكر إن هرمه أعلى من هرم أبوه. طب إزاي؟ خفرع المكار عمل إيه بالظبط؟ احنا مش بنتكلم عن اي ملك وخلاص، احنا بنتكلم عن خفرع المكار، واحد فاهم هو بيعمل ايه بالظبط. الراجل ده ما بناش هرم وخلاص، لا 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 لا، ده عمل مشروع متكامل. يعني ايه؟ يعني من اول الهرم للمعبد الجنائزي للطريق الصاعد لمعبد الوادي، كله متوصل ببعضه زي سلسلة واحدة. يعني الراجل مش بيبني قبر، ده بيبني مدينة للخلود. مشروع هندسي لو اتعمل النهاردة هيتقال عليه سمارت سيتي مش مقبرة. طب ايه اللي يخلي مشروعه يعيش لحد النهاردة بالشكل ده؟ الجرانيت يا جماعة. خفرع قرر يلعب على تقيل وبعت جاب جرانيت من أسوان، وده مش حجر عادي، ده حجر صعب يتقطع أصلا. والأجمد بقى إنه استخدمه جوه المعبد كأنه بيرص سيراميك في شقة التجمع. دقة، نعومة، شغل مش هزار. طب نرجع بقى لصاحبه اللي قاعد بره، أبو الهول. لا يا حبيبي، ده ستيتمنت، رسالة سياسية على الأرض. أسد يعني قوة، ووش الإنسان يعني حكمة، والوش في الأغلب وش خفرع نفسه. يعني الراجل بيقولك أنا مش بس ملك، أنا قوة، عقل، وحامي البلد كمان. وعلى فكرة أبو الهول ده معمول من صخرة واحدة، مش متجمع، ده منحوت. متخيلين كمية الشغل؟ ولو ركزتوا في تمثال خفرع هتلاقوا الإله حورس واقف وراه فاتح جناحاته وحضنه من ورا راسه. دي مش لقطة فنية وخلاص، دي رسالة إن الملك ده تحت حماية الإله، يعني حكمه شرعي ومقدس. يعني خفرع اختار هضبة أعلى من هضبة هرم خوفو وزاوية ميل حادة أكتر، وده بيعمل خدع بصرية للعين إن هو أكبر وأطول، وفي الحقيقة إن هرم خوفو أكبر طول ومساحة وارتفاع. مش بقول لكم مكار؟ يعني خفرع لعبها صح، مكان عالي، مشروع متكامل، تمثال مرعب يحرسه، إله بيأمن له الحكم. ده مش ملك عادي، ده ملك بيفهم في البراندنج قبل ما البراندنج يتولد أصلا. بس استنوا بقى، لأن اللي جاي هيخليكوا تبصوا لهرم خفرع بصورة تانية خالص، لأن مش كل حاجة زي ما باينة كده. خفرع نده الباشمهندس المسؤول عن المشروع وقال له بقولك ايه يا باشمهندس، انا مش جاي التاريخ عشان ابقى رقم 2 بعد بابا خوفو، انا جاي عشان ابقى حكاية لوحدي. الباشمهندس رد عليه بتوتر وقال له يا جلالة الملك، هرم خوفو ده حاجة تقيلة جدا، ده مش مشروع، دي امبراطورية حجر. خفرع رد بمكر وقال له طب ما احنا نشتغل بعقلنا، احنا مش هنزود حجر، احنا هنزود فكرة. وشاور بإيده على أعلى مكان في الهضبة وقال له ابني لي هنا، وخلي الباقي على نظر الناس، اللي جاي من بعيد يشوف إنه هو أطول، وإحنا في الحقيقة موفرين واخدين اللقطة. المهندس رد وقال له يا نهار أبيض، إيه الدماغ دي؟ خفرع رد بكل هدوء وقال له سجل يا ابني، أول درس في السلطة، مش لازم تكون الأكبر، المهم تخلي الناس تشوفك الأكبر. خفرع قال له وايه الكتله اللي واقفه تعكنن علينا دي؟ المهندس قال له دي صخره يا جلاله الملك، تقيله جدا ومش راضيه تتحرك. خفرع قال له يبقى نشغلها عندنا،
انحتولي أسد، والوش وشي أنا، عشان اللي يخش الجيزة يعرف إن المكان له صاحب. نيجي بقى المعبد الوادي، ده مش مبنى عادي جنب الهرم، ده أول محطة في الرحلة الأخيرة للملك. الملك لما كان بيموت كان جثمانه بيجي بالمركب من النيل ويقف هنا في معبد الوادي. يعني ايه؟ يعني ده كان الاستقبال الرسمي بس للآخرة. خفرع قالك أنا داخل على حياة أبدية، أدخل من باب شيك بقى. جرانيت أحمر من أسوان، أرضيات ألاباستر أبيض، أعمدة تقيلة تخض، إضاءة خافتة تدي رهبة. الإحساس كله معمول عشان تقول أنت مش في مكان عادي، أنت داخل على حاجة أكبر منك. المعبد ده كان مليان تماثيل لخفرع، مش تمثال ولا اتنين، ده كان عامل لنفسه عرض كامل. بس للأسف اتلاقت كلها مكسورة ومرمية في حفرة جوه المعبد. حد نهب ولا اتكسرت ولا اتعاد استخدامها ولا في سر أكبر محدش عارف لحد النهارده. والمعبد الجنائزي كان وظيفته ان الملك بعد ما يدفن جوه الهرم، الكهنة بيروحوا كل يوم يقدموا أكل وقرابين ويعملوا طقوس عشان يحافظوا على روح الملك، ده على حسب اعتقادهم طبعا. كمان المعبد ده كان متوصل بطريق طويل اسمه الطريق الصاعد، بيوصل للهرم مباشرة. يعني الرحلة كانت النيل، معبد الوادي، الطريق الصاعد، المعبد الجنائزي، الهرم. رحلة مترتبة لآخر نفس. معبد الوادي مش مجرد مبنى وخلاص، ده أول خطوة في رحلة الخلود، واللي يبدأ الرحلة دي بالشكل ده أكيد مش ناوي يتنسي. خفرع ما كانش ملك محارب، مصر كانت مستقرة اقتصاديا وسياسيا في عهده، بس كان في حملات تأديبية لحماية الحدود، وكمان كان في نشاط عسكري بيأمن بيه طرق القوافل والمناجم، خاصة في الصحراء الشرقية وسيناء، علشان يجيب النحاس والأحجار الكريمة الخاصة بمشاريعه. طب استنوا بقى، قبل ما نمشي لازم نسأل السؤال اللي محدش لقاله إجابة. لحد اللحظة دي مفيش موميا مؤكدة لخفرع. الهرم موجود، التابوت موجود، إلا هو. في ناس قالت اتسرقت، وناس قالت يمكن مستخبية في مكان ومحدش لسه وصلها. الحقيقة فين؟ الله أعلم. خفرع ما كانش ملك بس، ده كان أب وسط بيت مليان زوجات وأطفال، أشهرهم الملكة مرسى عنخ الثالثة. وبالمناسبة مقبرتها لحد النهاردة من أجمل مقابر الجيزة، وألوانها كأنها لسه مرسومة امبارح. وده يوريك إن مكانة الست عندهم ما كانتش عادية خالص. في بيته كان عايش بدلع ملوك، لبس كتان أبيض، عطور، زيوت، نظافة على أعلى مستوى، وأكله بط ووز وعيش بالعسل وفاكهة، ووقته بين الصيد والراحة والمزيكا، وبين هيبته كملك وحياته كإنسان. كان عارف يوازن ويعيشها صح. وطبعا كل التفاصيل دي مش من خيالنا، دي لقوها متسجلة على جدران المقابر حوالين الهرم، كأنه سايب لنا يوميات الملك. والهرم ده فيه لغز غريب جدا، ليه مدخلين، مدخل من فوق ومدخل من تحت الأرض. والهرم ده الوحيد اللي لسه محتفظ بجزء من الكسوة الخارجية لحد النهاردة، يعني اللي احنا شايفينه ده بقايا. تخيل وهو كامل كان عامل ازاي. وبمناسبة بقى مناخير ابو الهول، فالمتهم البريء منها نابليون بونابرت، اللي الناس قالت ان عساكره هم بيتدربوا بالمدافع كسروا المناخير ووقعت، والحقيقة مش كده. الحقيقة ان واحد اسمه محمد صائم الدهر في القرن ال14 لقى الناس بتعبد ابو الهول كصنم وبتقدم له القرابين، فقرر ينهي المهزلة دي ويكسر مناخيره. وفي النهاية خفرع ما بناش مجرد هرم، هو بنى فكرة ان القوة مش في الحجم، القوة في الذكاء. والهرم موجود مش بس حجر فوق حجر، هو رسالة علشان تقول احنا هنا وعارفين كنا بنعمل ايه. اكتبولي في الكومنتات وقولولي تحبوا نتكلم عن ايه المرة الجاية. سلام يا ملوك.